يسعد لي اوقاتكم، ان شاء الله تضلوا بخير يا حبايبي. اليوم حبيت اعمل رز بحليب وحبيت اشارككم بعملي بالرز بحليب. ان شاء الله تنال اعجابكم طريقتي بالرز بحليب. اول شي عندي هون كوب رز، معلقة صغيرة نشا، علبة قشطة، اللي متوفر عنده يحط واللي مو متوفر حسب رغبته يعني، مية زهر، وعندي حليب وظرف فانيليا وسكر حسب الرغبة. اول شي عندي هون الطنجرة حطيت لها مي، بنفضي فوق الكوب الرز بخليه على الغاز ليستوي عندي الرز كتير منيح. هلا هيك بعد ما استوى عندي الرز كتير منيح ونشف بدي انشف المي اكتر من هيك. هلا بنفضي الحليب، وهلا هيك بعد ما غلى عندي الحليب مع الرز تقريبا شي 4-5 دقايق، حطيت انا النشا، حطيت لها شوية حليب وروبتها. هلا بنفضيها وبنحرك مباشر، كمان بنعيفهم 5 دقايق، بعدين مشان نضيف عليهم السكر. هلا السكر حسب الرغبة، انا عندي هون كوب شوي، انتو بدكن حسب حلاوة اللي بدكن اياها. هلا بنحط الكوب بنشوف حلاوته، اذا مو منيحة بنرجع بنحط شوي. هلا بنفضي علبة القشطة، بعد ما فضينا علبة القشطة بنعيفها كمان 7 دقايق، وبنحط عليها الفانيليا وماء الزهر او ماء الورد حسب رغبتكم، اذا ما بتحبوا لا تحطوا له. هلا بنحط ظرف الفانيليا وبنحط شوية ماء الزهر وبنحركهم، بنعيشهم 4 دقايق وبنطفي عليهم. وهلا هيك بنطفي عليهم الغاز وبنبلش نسكبون. شو بدكم تسكبون، انا بدي احطهم بصحون الفخار. هلا هيك بعد ما سكبنا الرز بحليب، انتو بايش بدكم تزينوه شو بدكم حطوا له. انا حطيت جاط، حطيت له زبدية، حطيت جوز الهند وقرفة، زبدية حطيت لوز مكسر وفستق حلبي، وزبدية تانية بدل ما احطها بالفرن. هي جبتها من الاكشن كتير منيحة عشان الشوطة تبعت الرز بحليب من الوجه، كتير منيحة، اللي بحب موجودة بالاكشن. وإذا عجبتكم طريقتي لا تنسوني من كومنتاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة، واللي مو مشترك بقناتي يشترك بقناتي. إن شاء الله صحة وألف هنا يا رب.